طب احنا دلوقتي عندنا لاعب تاني موهبه جامده قوي زي حمزه عبد الكريم كده، بيلعب في باريس سان جيرمان في الناشئين، برضه عمره حوالي 17 18 سنه، واللاعب ده مركزه احنا محتاجينه في منتخب مصر، مركز 8. واللاعب ده هو ريان ابو الناي. اللاعب ده من اب مصري من ام جزائريه ومولود في فرنسا، يعني اللاعب ده دلوقتي يقدر يلعب في 3 دول، يلعب في الجزائر وفي مصر وفرنسا. فاحنا هنا في مصر لازم اتحاد الكوره بتاعنا يقنع اللاعب ان هو يمثل المنتخب المصري، علشان اللاعب ده زي ما قلت لكم مركزه احنا محتاجينه قوي، اللي هو رقم 8. وعلى فكره ريان كابتن لويس انريكي هيصعدوا الماتش الجاي للفريق الاول، وان كابتن لويس انريكي يصعد لاعب ناشئ دي مش سهله، لان لويس انريكي ما بيصعدش حد غير اللاعب اللي هو هيفيد التشكيل بتاعه وطريقه لعبه. فده معناه ان اللاعب ده عنده كتير وعنده موهبه كبيره، لازم كلنا ناخد بالنا منها، ولازم يخش المنتخب بتاعنا برضه. احنا عندنا اتحاد الكره المصري بتاعنا لو ركز على الناشئين اللي بره في اوروبا كلهم واعتمدنا عليهم اعتماد كلي، بجد هيبقى عندنا منتخب قوي جدا. لان طبعا كل ده يعود لكابتن محمد صلاح اللي نشأ جوه كل لاعب مصري او طفل صغير يقين ان هو ممكن يلعب لريال مدريد، لليفربول، لبرشلونه، وبالفعل ده بيحصل دلوقتي. احنا دلوقتي عندنا مرموش بيلعب في السيتي، عندنا مصطفى محمد بيلعب في فرنسا في نانت، عندنا طبعا الاسطوره بتاعتنا كابتن محمد صلاح، اسطوره ليفربول اللي خلاص فاضل حاجات بسيطه ونشوفه بيلعب في اتلتيكو مدريد. وده غير طبعا هيثم حسن اللاعب اللي موجود في الدوري الاسباني اللي شفناه مع منتخب مصر كسر الدنيا. فيا ريت برضه نشوف لاعب زي ريان بيشارك مع المنتخب، ونشوف لاعب زي حمزه يكون مهاجم مصر الاول. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده، بالتوفيق لمنتخبنا المصري في بطولة كأس العالم، وإن شاء الله نوصل لمراحل متطورة من بطولة كأس العالم اللي هتبقى موجودة في أمريكا وكندا والمكسيك.